السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا أشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. رمضان على الأبواب. سبحان الله العظيم، واش عندكم نفس الملاحظة؟ رمضان كيجي في واحد الوقيته اللي كنكونوا عيينا بزاف. الروح ديالنا عيات، العقل ديالنا عيا، الجسد ديالنا عيا، كنكونوا مشتتين، وخاص شي حاجه اللي تلمم هذاك الشتات ديالنا، وخاص شي حاجه اللي تخرجنا من هذاك الحضيض وتخرجنا من هذيك الظلمه للنور. سبحان الله العظيم، هذه دائما كنلاحظها. فرمضان هي فرصه للعلاج، فرصه للتغيير، فرصة للخروج من هذه الظلمات وتعيش الحياة ديالك من جديد كأنك ولدت من جديد. سبحان الله العظيم. فالسؤال هو كيف أتنفع وأستفيد من نفحات رمضان، وكيف أخرج من هذا الشهر المبارك إنسان آخر، إنسان جديد ولد من جديد. فأول حاجة غادي تبدأ بها هو تصحيح النية ديالك. جعل أن النية ديالك هذا الشهر يكون بداية جديدة. أولا بداية لك مع الله. أصلح علاقتك مع الله يصلح الله لك كل شيء. إلا صلحتي علاقتك بالله ربي غادي يصلح لك كل شيء. معاداة الحياة ما عندكش هروب منها. ودير في بالك أن هذا رمضان يعني ماشي صيام فقط عن الطعام، فهو صيام عن أي حاجة غادي تخلي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى تزعزع، ولا أن تخلي الروح ديالك مريضة. هكا خصك تبدا رمضان. هذه هي النية ديالك، نية التوبة من أي حاجة، من ذنوب الخلوات، من المعاصي، من اللغو، من الكلام الفارغ، من أي شيء، أي حاجة كتحس بها أنها كتقيس لك العلاقة ديالك مع الله سبحانه وتعالى. علاقتك مع الله هو شيء مقدس، حتى حاجة ما خصها تقيسها وحتى حاجة ما خصها تزعزعها. فهذه أول حاجة خص تبدا بها النية. وغتنسى عليا داكشي اللي فات، صافي اللي فات راه فات. ان الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. استغفر الله سبحانه وتعالى، وخاص يكون عندك واحد اليقين ان الله غيغفر لك. طالما قالها لنا الله ان الله غفور رحيم غيغفر لك. ربي ما كيقول شي حاجه ما غيديرها. صافي هكا حسن الظن ديالك خصو يكون بالله سبحانه وتعالى. نسى عليا الماضي ولا تخاف من المستقبل. المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. خطط، دير البرامج ديالك، ولكن بنية أن الله هو المدبر الحكيم. صافي. النقطة الأولى. النقطة الثانية، جدد علاقتك مع القرآن. هذاك القرآن اللي حاطينه فوق ليكوان ديالكم ولا فوق المكتبات ديالكم، مسكين عامر بالغبره، جبدوا الله يعطيك الخير ومسح مزيان هذيك الغبره وبوسو وقول له اسمح لي فرطت فيك، وجدد العلاقه ديالك مع هذا الكتاب ديال الله عز وجل اللي غيقاد لك حياتك كامله، غيقاد لك نفسيه ديالك. طبيب نفسي بالمجان عندكم في الدار. ما يدوش نهار ديالك ما قريتيش القرآن، ما يدوش. ويا سلام إلا كانت القراءة ديالك مع التدبر. يا سلام، كل آية وقف عليها، علاش جات، سبب النزول، شنو علاقتها بهذا الواقع اللي كنعيش، شنو الرسالة اللي بغى الله سبحانه وتعالى يوصل لي في هذه الآية. المهم أن يكون ماشي بالكمية، ولكن غير يكون عندك واحد الورد يومي كل نهار مع الله سبحانه، مع كتاب الله عز وجل. ثالث حاجة الإكثار من الاستغفار. والله العظيم يعني نبقى نهار كامل نهضر على الاستغفار ما غاديش نوفي ليه حقه. الاستغفار هو يطهر القلب ويجلب الطمأنينة والرزق. يعني استغفر قدر ما شئت، نهار ديال كامل استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم، وبالصيغة اللي انت كترتاح فيها. صافي باش ما نعقدوش الامور. وحاجة اخرى اللي خصها تكون
من نقطة من البرنامج ديالك في هذا الشهر هذا هو قيام الليل ولو بركعتين. والله كنتحسر على أي واحد مازال ما جربش لذة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والناس ناعسين. عرفتي راه واحد الإحساس، راه لا إله إلا الله أنك تاخد الصلاة ديالك وتصلي واحد 10 ركيعات بالصور اللي نتا حافظ وتجلس وتطلب الله سبحانه وتعالى، ولا تشكي عليه ولا تعاود له شنو كاين، شنو ضارك، شنو واقع. سبحان الله العظيم، لا إحساس والله نعمة. وقيام الليل بالنسبة لي رزق من الله سبحانه وتعالى. كنطلب من الله عز وجل يرزقه لنا كاملين وتوفيق من الله عز وجل. وقيام الليل كفيل على أنه يغير الحال ديال القلب ديالك. الحاجة الأخرى والنقطة الخامسة على ما أظن هو ترك العادات السيئة. اختار واحد العادة اللي قبل رمضان كنت كتضرك بزاف، وحاول أنها تنقص منها: الغيبة، النميمة، التعلق، اللغو، التفاهات، العصبية. شي حاجة اللي كنت عارفة بأنك تضرك ولا كتاكلك من وقتك ولا كتاكل من صحتك، عطيها اتساع. صافي، حاول تنقص منها بالتدريج وطلب من الله عز وجل التوفيق والتيسير. يعني خاصك تشوف أن هذا الشهر هذا هو شهر التحرر من أي حاجة تنغص حياتك. راه فرصة عظيمة، والله العظيم أنا قلبي متشوق لهذا الشهر، سبحان الله العظيم. وما تنساوش أنه أيام معدودات. والحاجة الأخيرة اللي نبغي نقولها لكم هو إكثار من الدعاء في كل دقيقة وفي كل ساعة، في أي وقت اطلب الله عز وجل، اطلب الله، ادعي الله في السجود، في الإفطار، في الثلث الأخير من الليل، في أي وقت الإجابة، في أي وقت اطلب الله عز وجل، اطلبوا داك الشيء اللي بغيتو. وما تنساوش أول حاجة بعد طلبوا أنه ما يحرمناش من النظر إلى وجهه الكريم. والله العظيم الأكبر مصيبة في هاد الحياة أننا نحرم من النظر إلى وجهه الكريم. والله العظيم يعني كل شيء هون، كل شيء، أي حاجة خسرناها تهون، ولكن خسرنا الرضا ديال الله سبحانه وتعالى والمحبة ديالو والنظر إلى وجهه الكريم. والله العظيم لا سنكون أكبر الخاسرين. والله العظيم أنه كلام من القلب. اطلبوا الله ما لذ وطاب من الدنيا، أي حاجة بغيتوها من الدنيا طلبوها، ولكن ما تنساوش حق من الآخرة أننا نتمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم، وأننا ندخل الجنة بالرحمة ديالو، بالكرم ديالو علينا سبحانه وتعالى. وأخيرا، رمضان هو فرصة للتغيير، فرصة لتجديد علاقتك مع الله عز وجل، فرصة لأن تولد من جديد. والله العظيم فرصة جميلة، ما تضيعوهاش. وما تنسوش أنه أيام معدودة، والله أنه سيمر في رمشة عين. استغلوا كل نهار، وكنطلب الله عز وجل أنه يوفقنا لإتمام هذا الشهر كما يحب ويرضى. نهاركم مبروك.